قررت أسيب الناس اللي في حياتي على راحتها. هتسأل عليا هرد عليك، مش هتسأل مش هلومك. هتقرب مني يا أهلا وسهلا، هتنور هتبعد انت حر. هتحب تقعد معايا يا مرحب بيك، هتتهرب بشوقك. والحقيقة أنا شايف إن ده واحد من أعظم قراراتي اللي خدتها مؤخرا، وبكده هوفر على نفسي مجهود العتاب والجدال وحرقة الدم والفرهدة الفارغة اللي عمرها ما جابت همها حتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب كلكم تكونوا بخير وسعداء ومبسوطين وفرحانين ومتهنين ومحققين كل اللي نفسكم فيه، اللهم امين يا رب العالمين. حابة كده في بداية الفيديو ارحب بكل الناس الجديدة اللي دخلت معايا ونورتني. وجودك في قناتي ده شرف كبير ليا. ولو انت لسه اول مرة تشوفيني، انا شوشو، دي قناتي. اتمنى ان تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يصلك مني كل جديد وكل حاجة جديدة بنزلها. يلا بينا، وما تنسيش اللايك والدعوة الحلوة عشان هما اللي بيرفعوا الفيديو وهما اللي بتفرق معايا في يومي. يعني انا مش عايزة اي حاجة منك غير ان انت تعملي لايك وتشيري الفيديو على اوسع نطاق وتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. طبعا برضو حابة كده في بداية الفيديو اشكر كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو للاخر وتحط لي لايك وكومنت، بجد بيشجعوني جدا وبيدوني طاقة ايجابية ان انا انزل لكم فيديوهات وما اغيبش عليكم خالص. مع اني في فيديوهات مش بلاقي فيها تفاعل وبكتئب وبحبط وايأس، بس برجع تاني عشان خاطر حبايبي اللي بيحبوني اعمل لكم روتينات. يلا بينا يا بنت يا رغايه، لكيك انت عماله تلوكي ليه؟ النهارده الروتين بتاعي تشجيعي فاخر من الاخر. قمت كده من النوم بقالي من العيد تقريبا ما كنتش عملت تنظيف عميق لغرفه النوم، لحد ما اشتكت خلاص انا كمان ما بقتش مرتاحه نفسيا فيها. فقلت بقى لازم اعمل تنظيف عميق بقى، كل يوم اغير الملايه واكنس كده اشفط بالمكنسه المكهربه، وكانت المكنسه المكهربه كمان كانت مش شغاله معايا، فكنت بعمل في التراب فحسيت ان الدنيا بطر التراب. فانا النهارده قمت كده كل نشاط وحيويه، وقلت بقى اخش على اوضه النوم اشوف النهارده هنعمل ايه. تعالوا كده قبل ما نرغي كتير اوريكم الحاجات القمر اللي انا بفرجكم عليها دي كانت مسكره، لان انا بشوف ناس بتعمل ميكرو بيلدينج والميكرو بيلدينج ده حرام. انا في الصراحه كنت عاملاه مرتين، بس لما بدأ يروح قلت بقى خلاص انا مش هعمله تاني، مش هعمل اعادات عليه عشان خلاص حرام. بقيت ان انا اجيب المسكره اللي هي البني بتتجاب زي ما وريتكم، المسكره دي كانت حلوه قوي، فانا بجيبها بعمل بيها كده بمشط بيها حواجبي بتدي اللون اللي انا عايزاه. وده كان اللي انا كنت عاملاه. بصوا ده حاجه قمر كده، ده مسك على نشا على شابه حاجه كده قمر بتدهن تحت الباط. الفيديو هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف عشان تعملوه، عشان الروائح اللي احنا بنشموها مش عايزين نشموها. وده الكركور ده بيطول الشعر حلو قوي، بستخدمه لشعر بنتي حلو جدا. ودوت كان المحلول العدسات دهب حلو قوي قوي قوي. انا بحب ان انا اي منتجات اجربها واطلع اقول لكم عليها، اطلع اقول لكم عليها بعد ما اجربها، غير كده نو 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 مش بقول. فالمنتجات اللي انا بوريها لكم دي حلوه قوي 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 قوي. والخلطه السحريه بتاعه ازاله ريحه العرق دي بتحط كده تحت الاندر ارم، بتخلي ريحه المنطقه دي والله العظيم بتخليكي ماشيه كده حرفيا مفحفحه مفحفحه. يا بنات يا بنات يا بنات، والله العظيم ما هتكلفك 20 جنيه، احسن من اللي هو التودرنت دوت ليه اضرار كتير وبيعمل سواد تحت الاندر ارم وكده. فجربي الوصفه دي حلوه قوي 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 قوي، وبتخلي ريحتك كده مفحفحه طول ما انت رايحه جايه كده ايه مفحفحه. بصوا بقى ده بتاع دكتور رشيل اللي هو الهيدرونيك اسيد، حلو قوي للبشره. هالات سودا ماشي، تجاعيد ماشي، ترطيب ماشي. بصوا هنا طبعا اللي انا وريت لكم قبل كده اللي هو معطر الجسم، طبعا بما اننا مصايف وفي ناس بتنزل المصايف كده مش محجبات وكده. وطبعا ممكن تدنيها برضو على لانجري في البيت، على طبعا اي حتت كده باينه، بتدي لمعه كده زي الممثلين، حلو قوي 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 قوي. وليه ريحه حلوه قوي 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 قوي، يعني ريحته سكسي كده في نفسه. بقى سيرم للشعر كده بيطول بقى بعد الحمل والرضاعه، شعر اتدمر والصبغه بقى والاستشوار والبيبيليس. هرياه الصراحه، انا هرياه من العيد الصغير وانا هرياه حرفيا. فقررت بقى ان انا اوقف شويه بقى ببليس واستشوار وميه بحر وكلور بسين.
شعري اتدمر. فلازم بقى ان انا ارجع احافظ عليه، بس ان شاء الله انا سايباه لسه ما استخدمتهوش، لكن انا اول ما بهمله واول ما بلاقي ان شعري خلاص جاب اخره ببدا ان انا ابدا اعالج. بس الصراحه انا لسه شايلاه عشان ما افتحوش، عشان لسه في مصيف تاني لسه طالعاه كده ان شاء الله، في يعني اخر 8 كده او نص 8. فانا ان شاء الله بعد ما اخر مصيف انا هعمله او اخر مره هروح فيها البحر ان شاء الله ابقى افكر ان انا اعمله، عشان اعالج بقى شعري من ميه البسين وميه البحر. طبعا انتوا عارفين الميه اللي هي بالكلور دي بتاعه البسين بتعمل ايه في الشعر، والميه بتاعه البحر بتعمل ايه في الشعر. فان شاء الله انا جبته كده بس عشان ان انا ما انساش نفسي، وان انا اعمل اول باول بلاقي مثلا شعري بدأ يتنيل ارجع اعالج. وطبعا انا اوريدي اخده فيتامينات، جايبه فيتامينات للضوافر وفيتامينات، لان انا زي ما قلت لك الاول عالجي جوه وبعدين عالجي بره. وطبعا الحاجات دي أنا لسه جايباها طبعا من المصيف عشان التقومه وكده، انا جايبه كام حاجه جديده بس ما صورتهاش. فالروج دوت قلت بالمره وانا بعمل السراحه، لان السراحه طبعا انا لما بنزل بتتدمر حرفيا، وانا عندي السراحه ما بحبهاش ان هي متدمره. اي نعم الحاجه مش بتبقى يعني مرصوصه بروفيشنال، بس على الاقل حاجتي على السراحه. في حاجات طبعا انا الحاجات اللي خايفه عليها قوي زي البرفيوم وزي اللي هو المعطر والمخمريه والحاجات دي في شنطتي ما بتطلعش، واللي هو البادي سبلاش والسبراي دول في الشنطه طبعا دول ما تصوروش عشان دول في شنط الايدي. هتلاقي في كل شنطه مرمي حاجات، لان انا الحاجات دي فعلا حرفيا انا ما بستغناش عنها في شنطه ايدي. لازم الحاجات دي بحطها في شنطه ايدي، وهي والوايبس وحاجات كتير قوي. ممكن ابقى اوريكم في مره في شنطه كده يعني وانا نازله رايحه المكان اللي انا رايحاه، اوريكم انا اخده ايه في الشنطه بتاعتي. وطبعا الوان الروج ده انا بعشق البينك والفوشيا والروزات، بعشقها بعشقها بعشقها. انما الاحمرات والبنيات والالوان الداكنه دي بحس ان هي بتسمرني، دول عايزه الحاجات الناس السمر، لكن انا عشان بيضه وكده فانا بعشق الفوشيات زي ما انا وريتكم درجات الفوشيات على ايدي، فانا بعشقها حرفيا، بعشق درجات الفوشيا. انت لو بيضه هاتي الفوشيا، درجات الفوشيا كلها هتلاقيها حلوه قوي 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 عليكي. بصوا هنا لقيت قلم نبيتي كده، طبعا حمزه انا عارفه يعني، مع اني حمزه طبعا الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب، انا ربيتهم 4، محدش بيمد ايده عندي على السراحه، حاجتي كلها تبقى مرصوصه. اي نعم ممكن يلعبوها شويه، بس انا ما بعرفش ان انا اشيل حاجتي من على السراحه. وطبعا هنا وريتكم اللون كان عامل نبيتي كان عامل ازاي، فبرضو دوت انا ما بستخدمهوش غير كل فين وفين كده، ليه وقته ان انا استخدمه يعني، ودايما بستخدمه في الشتاء. هنا طبعا كنت شاربه كوبايه القهوه، شوف انا شاربه مج قهوه قد ايه، شاربه كوبايه مش مج. فلقيته كده مركون. انا لما بشرب قهوه قلت بالمره اعمله طالما بصور وفاتحه الكاميرا فاوريكم انا بعمل ايه. اخدت القهوه بتاعتي البن كده ورحت رايحه بيها على الحوض عشان اوريكم انا بغسل جسمي كله بالدفل ده، بيخلي الجسم حرفيا ناعمه وناضر كده، وبشرتك بتبقى ناعمه وناضره كده مثل بشره الاطفال، يعني زي بشره الاطفال. وطبعا دوت كنت وانا بوريكم الملمع الجسم، انتوا لو لاحظتوا ان هو باظ كده شويه من الازازه، فانا رحت جبت بقى الليفه وجبت شويه صابون وقعدت دعكتهم، وهاخد السجاد واطلع ارميه في الشمس. وانا اوريدي احنا متفقين ان احنا اول حاجه بنعملها مع بعض، اول حاجه يا جماعه بالله عليكم احنا في صيف، بالله عليكم بلاش نقفل الشبابيك بحجه ان في ناس تكشفنا، بلاش نقفل الشبابيك بحجه ان مثلا الروايح. لا، اول حاجه كده اول حاجه تعمليها في يومك لازم تفتحي شبابيكك، تهوي بيتك، تجددي هوا بيتك، تتركي كل الطاقة السلبية اللي في بيتك. لازم على الأقل كده كل نقولك ايه يوم في يوم ما فيش يا ستي، بس انا ما بعرفش اعمل كده. انا صيف شتاء الشبابيك عندي مفتوحة وما بقفلهاش، ودوت اللي بيخلي الستاير عندي تتطرب بسرعة. عندي مش مشكلة، اهم حاجة ان البيت يبقى ريحته نظيفة كده واجدد الهواء بتاع بيتي، بس ما اقفلش البيت. انا عندي استعداد اغسل الستاير كل فين وفين مش مشكلة، كل اسبوعين مرة ممكن اغسلهم، انما اقفل الشبابيك لا لا لا. فاول حاجه بعملها قمت فتحت، طبعا هي الشبابيك مفتوحه مش هنكدب على بعض اقولك فتحت الشبابيك، لان انا اصلا بنام والشبابيك مفتوحه عندي في سلك في كل الشبابيك، فانا بقفل السلك كده، السلك ليل نهار مفتوح، قافله السلك وفاتحه الشبابيك بتاعتي. وطبعا انا لقيت الجو حلو، رحت ملبسه بقى، كنت انا عامله حسابي ان انا من قبلها بيوم زي ما اتفقت معاكم ان احنا لازم قبلها بيوم نقول ان بكره انا هعمل ايه، فانا كنت ناويه من قبلها بيوم وعارفه انا هعمل ايه ومظبطه دنيتي. فانا رحت قايمه كده اول ما قمت قبل ما اخش الشاور بتاعي، رحت مديه العيال المخدات ومديهم الفرش، يلا هوب على الغساله ويلا هوب على سور البلكونه، وحطيت المخدات بتاعتي طبعا
ورحت داخله بقى اخدت الشاور بتاعي وعملت الروتين الصباحي. ان شاء الله برضو هبقى اعمل لكم روتين صباحي كده لبشرتي واللي انا بعمله ان شاء الله ان شاء الله يعني. هعمل لكم روتين صباحي بتاعي بتاع البشره بتاعتي. ورحت داخله عامله كوبايه القهوه بتاعتي، وانتوا عارفين ان انا ما بفطرش، انا باكل توينكيز، حته كيكه، حته هريسه، مش من النوع اللي انا اقوم كده دبها بصراحه يعني، عشان تبقوا فاهمين. ورحت جايه بقى قلت اشوف هعمل ايه، فاديني بدات معاكم اللي انا بداته. فالروتين بتاعي تشجيعي فاخر من الاخر، عايزاكي كده تقومي وتتشجعي وتشوفي ايه وراكي وتاكلي الشقه اكل كده وتغيري مني وتقومي تخلصي كل اللي وراكي. وهنا طبعا كان النجف عندي برضو فيه شويه تراب، شويه صغننين مش كتير. اي نعم انا مسحت النجف ونسيت، اول مره مسحت النجف وبعدين نسيت امسح اللمض فطفيتها تاني، وقلت اسيبها تبرد عشان ما ينفعش ان انا امسح النجف بتاعي وهو اللمبه بتاعه النجفه ما ينفعش امسحها خالص وهي لسه سخنه عشان ما تتحرقش معايا. فاستنيت عليها لما تبرد شويه وبعدين رحت طالعه تاني مسحاها. وهنا بقى رحت جايبه الملمع القمر بتاع الخشب ده بالورد ده حرفيا كده. كل فين وفين كل ما احس كده ان انا عايزه ادي لنفسي كده انتعاش وادي لنفسي طاقه ايجابيه وادي لنفسي روايح. انتوا عارفين انا في الروايح ما عنديش مرحميني، فبحب ان انا اجدد كده الروايح واحب ان انا اغير الروايح من وقت للتاني كده تخشي روحة النوم حرفيا. عارفه محلات العطور اللي هي مثلا اللي هي الخليجي اللي هي بتبيع برفم اماراتي وعطور وبرفانات وحاجات كده، عندي بسم الله ما شاء الله تخش ريحه النوم تلاقي كل انواع البرفانات. مزيل عرق ماشي، زيت شعر ماشي، سيرم للشعر ماشي، ملمع خشب ماشي، جلانس للازاز ماشي. طبعا خلطه الازاز انا كنت عامله خل ودوني وديتول، انتوا متخيلين خل ودوني وديتول كنت مسحت بيهم الازاز منه تعقم كده وبيدي روح حلوه قوي لان ما عنديش جلانس. فاتصرفي، اهم حاجه ان انت تنضفي زي ما قلت لك باقل الامكانيات، هتنضفي بيتك وتخلي بيتك زي الفل. اهم حاجه انك تنضفي واهم حاجه ان انت تكوني ست نظيفه في نفسك. ست نظيفه، طول ما انت ست نظيفه في بيتك وفي نفسك هتلاقي شقتك وانت حابه الحاجه اللي انت بتعمليها. انا زي ما قلت لكم الفيديوهات اللي انا عملتها واللي انا بعملها لكم، القناه اللي انا فتحتها، انا فتحتها عشان حاجه انا بحب اعملها وكده كده بعملها في يومي، مش بتصنع قدام الكاميرا. رخرة لما بغيب عليكم ببقى ما عنديش طاقه ان انا اعمل اي حاجه، ما بعمل لكوش فيديو اي حاجه كده واطلع. والله العظيم اللي انا بعمله في الحقيقه هو اللي انا بعمله قدامكم، ما بال ان انا بعمله كمان في الحقيقه بيبقى اكتر بكتير قوي من اللي انا بعمله قدامكم. يعني انا كمان انا بسرع لكم الفيديو، انتوا متخيلين انا اللي انا بسرع لكم. انا يعني النهارده اللي هو الفيديو بقى، شوف انا مش عارفه هينزل لكم امتى. اليوم اللي انا كنت بصور فيه ده انا فعلا كنت بجري كده حوالين نفسي لان احنا عندنا 3 مرات النور بيقطع، فكان خلاص قدامي 2.5 ساعة ان انا اعمل الاوضه دي قبل النور ما يقطع عشان ان انا اصورها. انتوا شايفين، انتوا شايفين وصلنا لدرجة ايه؟ لدرجة ان خلاص احنا بنشتغل على حس النور وبنعمل حاجتنا على النور. يلا اعملي مش عارفة قبل النور ما يقطع، يلا اعملوا ايه قبل النور ما يقطع. انت بتبقى قاعده كده في امان الله تلاقي النور قطع عليك. انت عارفه يعني انا قبل ما النور يقطع بقول للولاد عندي ناقص 3 دقايق، يلا اللي عايز يعمل سندوتش، يلا اللي عايز يروح التويليت، يلا اللي مش عارف يروح فين، يلا لو هتنزلوا تجيبوا حاجه من الاسانسير، يلا النور هيقطع الساعه 11، اوعوا حد ينزل في الاسانسير، اوعوا. بفضل اقول لهم كده. انتوا متخيلين ان النور بقى يمشينا؟ فالله المستعان وربنا يرحمنا برحمته. بس هنا كنت خلصت طبعا. انتوا عارفين المراتب اللي انا عندي المراتب بتاعتي قطن مش تاكي. طبعا انا لما جيت اتجوزت انا ما بحبش، ما بقى التاكي دي ما بتريحنيش خالص، بتتعب الظهر وفي ناس كتير كده. وكان عندي جوز يعني كمان ما بيحبش اللي هي التاكي دي، بيحب القطن. طبعا انا لو قلت لكم ان انا لسه منجداهم بقالهم سنه ما تعرفش ايه اللي جرى لهم، فانا حاولت ان انا اجيب لهم الكفر ده ان هو يمسكهم شويه لحد. طبعا انا مش لاقي حد ان هو بينجد وكده، خلاص طبعا زمن التنجيد ده راح عليه وكده، بقى حتى المخدات فايبر وكده. فان شاء الله لحد ما الاقي حد ينجدهم كويس لان هم خلاص تقريبا كده جاب اخرهم، يا اما بقى استغنى عن المراتب دي واجيب واحده تاكي احسن وارحم لي يعني من اللي انا فيه ده. فطبعا انا رحت بقى ملبساها طبعا عشان الفيديو ما يطولش معاكم، ورحت فرشه الملايه ورحت عاملاها كده بلبسها كده عشان ما تطلعش من مكانها. ورحت جايبه الجردل بالشرشوبه بتاعتي ورحت حاطه فيه ايه شويه داوني وشويه كولوريكس كده وشويه لافندر جنرال باللافندر او بالصنوبر، اي نوع منظفات عندك حطي، ديتول حطي، كلور حطي، كولوريكس حطي، داوني حطي، فانش حطي، اي حاجه حطي، عبيله واديله. اهم حاجه انك تكوني حابه انك تنضفي.
وهنا طبعا الشرشوبه ما بتجيش معايا سكه، كل متابعيني عارفين الكلام ده. رحت رايحه جايبه حته الفوطه بتاعتي اللي انا بمسح بيها، اللي انا مدوخاها معايا 7 دخات، ورحت مسحه بيها الارض. وقفت الكاميرا طبعا عشان امسح لكم الارض. وهنا كانت الارض نشفت معايا، والمخدات بتاعتي اتشمست وريحتها الشمس، ريحه الشمس ما اقولكوش يا جماعه. اي نعم هم سخنين مولعين موحوحين كده، بس ريحتهم بقى تحفه 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 كده، ومهويه الحاجه من ريحه العرق والروايح والميه كده. احنا كلنا بننزل ميه بقى واحنا نايمين وكده، والعرق بتاعنا بيبقى ريحته فظيعه. وهنا عشان الفيديو طبعا برضو ما يطولش معاكم وقفت الفيديو. ايه رايكم في الموزه القمر دي؟ طبعا انتوا هتستغربوا بالموزه القمر دي، بس يلا بينا، غمضوا عينكم وفتحوا عينكم وتعالوا شوفوا معايا الاوضه من بعد ما خلصتها. يلا بينا، هوبا. بصوا بقى الجمال. بعد ما مشطت السجاد وسبته في الشمس ونفضته ومشطته بشويه كلوريكس وبشويه برسيل جل وسبته كده. طبعا انا عشان الفيديوهات بتاعتي ما تطولش معاكم بحب ان انا اختصر لكم كده، عشان انا مش بحب الفيديو يمشي تاتا تاتا، وما بحبش بعمل الفيديو كده مليان، حاجه تملى العين كده، حاجه تشرح القلب. واخدين بالكم بقى؟ ايه رايكم في اوضه النوم بقى عندي؟ بقت ريحتها حلوه والله العظيم، تحسوا يعني، شوف انا ما فرشتش حاجه جديده وما غيرتش حاجه من مكان حاجه، بس ريحه الطاقه الايجابيه كده، ريحه النظافه باينه من الاوضه، ريحه النظافه باينه من الاوضه. فهنا بقى كنت خلصت اوضه النوم زي ما انتوا شفتوا اوضه النوم القمر بتاعتي، ورحت بقى داخله اخده شاور. خلاص بقى كان النور قرب يقطع، وكنت اتحريت. اديكم كنتوا شايفين الطرحه بتاعتي عامله ازاي، ولك ان تتخيلوا كان وشي ده اصلا احمر، عامله شبه الكيمو كونو كده وهي بتسيح. عارفين انا كنت كيمو كونايه كده في نفسي، كنت عماله اسيح كده وانا واقفه. كان فعلا الجو حر حر قوي قوي قوي. رحت داخله اخده الشاور بتاعي، ورحت لابسه كده ايه حاجه خفيفه، ولوست الروب بتاعي، ورحت طالعه بقى ايه واقفه، قلت اعمل السمك كده عشان خلاص كنت فعلا اتحريت جامد. فكنت النهارده هعمل سمك اللي انا نزلته فيه في روتين المشتريات بتاعي، كنت نضفته وتبلته. لا ما كنتش تبلته، انا قلت اسيبه عشان ابقى اتبله معاكم في الفيديوهات. فرحت جايبه طبق بتاعي كده، وجايبه بقى حبه توم اللي انا مفرزاه، وشويه ملح وشويه شطه وكمون وكزبره. خلينا متفقين، سمك يعني كمون، السمك بيعشق الكمون والكزبره. فانا بحط شويه ملح ملح بس وكمون وشطه وكزبره، وبحشي بيه السمك. ولو السمك بتاعي كبير شويه كده بروح مغزاه، اديله منغزتين كده في كرشه امه، وبعدين بتبله كده شويه وبسيبه في التتبيله شويه. انا سبته حوالي ساعه في التتبيله لحد ما النور قطع ورجع تاني، وبعدين كده بقى جاهز على الاكل. قلت عشان ابقى اقوم اعمل الاكل، فتبلته. قلت يلا بينا نقعد شويه نرتاح شويه وبعدين هنرجع عيني. هنا بقى كنت رجعت تاني عشان اقلي، فجبت الطاسه بتاعتي القمرايه دي، ورحت حاطه فيها شويه زيت كده محترمين، وهروح جايبه كيسه فيها شويه دقيق زي ما انتم شايفين. انا لما باجي اقلي ما بحطش في طبق عشان ما ينيلش الدنيا، بفضل ان انا بحط في كيسه واحط السمك جوه الكيسه ورج رج رج، قلب 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 وارمي في الزيت. اكيد انتوا فاهمين، متقولوش عليا مجنونه. وبعدين بصوا بقلبهم كده في الكيسه، بيبقى اسهل عليا وان الدنيا ما تتملاش معايا دقيق والمنظر يبقى مش لطيف في كيسه كده. وبعدين بنزل عليهم في الصينيه بتاعتي واديها تقلبتين، ما بحرقهوش قوي قوي قوي، بسيبه كده اهوت يا دوبك انا عيني فيه، ما بسيبهوش وامشي، عشان انا مره سبته ومشيت راح النار محروقه. فاوعي تسيبي حاجه على النار وتمشي. طبعا انا وقفت لكم الكاميرا ورجعتها لكم تاني، وقفت الكاميرا بوقف عشان الفيديو ما يطولش معايا، عشان على قد ما بقدر ان انا انتوا كلكم شطورات وكلكم بتعرفوا تعملوا الحاجه، ومتابعيني كلهم امارات امارات امارات، وعلى راسي من فوق اللايك بقى. بقالي الفيديو بقالي 18 دقيقه عماله الوك معاكم وما قلتلكوش اللايك. اللايك يا جماعه، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخليه يوصل لاكتر ناس ممكنه. فاللايك فضلا وليس امرا، مش طالبه منك اكتر من كده، اللي يخليكي وصلتي معايا لحد هنا. طبعا بشكركم جدا ان انتوا بتكملوا معايا الفيديو للاخر. وطبعا انتوا عارفين في الجو الحر ده احنا متفقين ان لازم اي حاجه. بصوا طول ما انا شغاله حتى في اوضه النوم كنتوا شايفين ان انا في ايدي الميه على طول بشرب، زي ما قلت لكم طول ما الحر دوت انت عماله تفرزي سموم من الجسم والعرق من الجسم، فعلى قد ما تقدري عوضيه. فانا طول ما انا واقفه كده بقى طبق رز بلبن، طبق جيلي، عصاير كده فريش. اعملي العصاير في البيت، بلاش العصاير اللي فيها مواد حافظه. طول ما انت واقفه كده اعملي حتى شويه ليمون كده بالنعناع، شويه شربات النوى بالنعناع، شويه اي عصير عندك، اي حاجه اعمليها عصير، المهم ان العصير يكون فريش عندك. وهنا بقى طبعا ايه رحت جايبه طبق جيلي كده، قلت يطر على قلبي في وسط الحر طبعا دوت، وفي وسط السخونيه اللي انا فيها، وفي وسط النار الصهد اللي طالعه مني دي. و
فكنت باكل الجيلي وطعمه حلو قوي. اللي ما شافش الفيديو يروح يشوف الجيلي طعمه كان حلو قوي قوي قوي، وما كترش في الميه عشان يجمد كده معايا، وكان ملزلز كده في نفسه، شايفينه كده وهو لزلوزه قوي في نفسه. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين السمك كان على النار هيتعمل، وكنت مخرطه قرنين فلفل. انا سمك يعني فلفل، سمك يعني صياديه. بعشق الرز الصياديه وبعشق الفلفل، احنا اسكندرانيين يا جماعه، وبعشق الفلفل. فالفلفل بتاعي كان كبير شويه، فانا رحت هما قرنين رحت مقطعاهم على 2. قلت بقى هو لما بيبقى صغير بنديله نغزتين برضو كده في كرش امه عشان ما يطشطش، بس كده كده بيطشطش عليا وبينيل الدنيا وبيبهدل لي الدنيا. فرحت مقطعاه 2 وهسيب بقى ايه هروح قليهم. وبعدين هنا كنت محضره البصله بتاعتي والمبشره بتاعتي بحيث ان انا ابشر البصله عشان هعمل رز صياديه. طبعا انا فاتحه لكم الصوت عشان تعيشوا كده الاجواء. انا فاتحه لكم الصوت عشان ما كانش العيال موجودين ان هم يطلعوا عينيا، ما كانش معايا غير حمزه بس. وحمزه طول ما هو قاعد كده بالتليفون ما بيسمعلوش صوت، يعني ما تسمعيلوش صوت طول ما هو قاعد بالموبايل او قاعد على الكرتون، يعني ربنا يهديه يا رب ويصلح حاله. فكل مره لو افتح لكم الصوت هتشوفوا مهازل وهتسمعوني كده وانا بزعق وبطلع صوت، يعني ما يغررجوش المنظر والرقه اللي انا فيها دي. بس طبعا اكيد اللي معاهم اولاد عارفين الدنيا عامله ازاي. هنا بقى كنت قليت الفلفل بتاعي وكنت طلعت الفلفل بتاعي وكنت جهزت البصله بتاعتي. هعمل ايه بقى في الزيت ده؟ انا ما برميش الزيت ده، خساره خساره يا جماعه. انتوا عارفين انا جايبه ازازه الزيت دي ب 350 جنيه. ازازه الزيت اللي قدامكم دي انا جايباها ب 350 جنيه. فخساره ان احنا بص يعني نحتفظ كده لغايه اخر قطره قطره فيها. وهنا طبعا كنت بصفي بقى الزيت، ما حطيتوش كله لان هو كان كتير عشان ما يبقاش مزيت كده ومدهن معايا. بصفيه كده بالصفايه وبعدين بنزل عليه بالبصله بعد ما بتنشف كده، وبفضل بقى اقلب كده ايدي في البصله. ها، ايدك في البصله رايحه جايه. الرز الصياديه بيحب البصله متحمره بس مش متحروقه، يعني احنا قبل كده عاملين برضو الرز والسمك ده، بس طبعا انا على الاقل بعمله مرتين في الاسبوع. يعني السمك ده فوائده كتير وبيقوي المناعه وبيقوي الذاكره. فانا بعشق السمك. مش مشكله مش لازم اجيب يعني سمك غالي، لان انا عندي اصلا الولاد فين وفين لما ياكلوا كابوريا وجمبري، لان انا عندي الولاد مقرفين اللي بياكلوا كابوريا ولا جمبري ولا سردين ولا بربون ولا. عندي العيال مقرفين ومتعبين في الاكل، هو البولتي يا مشوي يا مقلي، وممكن ياكلوه بالصلصه كده. طبعا هنا البصله بتاعتي كانت احمرت زي ما انتوا شفتوا لونها عامل ازاي، يا دوبك انا مش هسيبها لغايه اما تتحرق. وبعدين نزلت عليها بشويه كمون وشويه ملح بتوعي، ورحت غاسله الرز عندي ورحت نازله بيه كده. هسيب الميه، انا سبت الميه تغلي معايا ربع ساعه. ليه؟ عشان انا طبعا الزيت بتاعي، بصوا بقى الزيت بتاعي طلع الفلفل حامي، دي كانت حاجه يعني من ضمن الحاجات، بس مش حامي قوي يعني. والحمد لله الحمد لله حمزه الف هنا وشفا ليه، يعني اكل ما فرقش معاه. وطبعا اللي خلى الرز معايا حامي ان انا لما قليت السمك طبعا نزل بقى البهارات بتاعته اللي هي الفلفل والكمون والفلفل الاخضر برضو اللي انا قليته، فخلى الزيت دوت حامي. فلما انا جيت عملت بيه الرز خلى الرز حامي شويه كده، بس كان طعمه جبار حلو قوي قوي قوي. هو مش سبايسي قوي بس خلى ليه طعم كده حلو قوي 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 يعني. فجربوا بالطريقه دي هتعجبكم قوي. وهنا بعد ما الرز سبت الميه تغلي ربع ساعه ورحت نازله عليها بالرز بتاعي، فنقلته على عين صغيره طبعا عشان الفيديو كل دوت عشان الفيديو ما يطولش معاكم. كان عندي شويه مواعين كده وقفت غسلتها معاكم كده على السريع. وبعد كده الاكل بتاعي استوى، وده بصوا بقى بصوا منظر الرز. واو 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 واو، يعني بصراحه كان رز حلو قوي. وانا بعشق الرز الصياديه، من اكتر الرز اللي انا بحبه حرفيا هو الرز الصياديه. يعني السمك رز صياديه، لا تقولي لي بقى رز شعريه ولا رز حبايه وحبايه ولا رز ابيض، لا لا لا، انا بعشق الرز الصياديه. فعملت الاكل بقى بتاعنا وكلنا ومعنا سمك، يعني تنظيف مطبخ. واخدين بالكم انا صبنت المطبخ بقى ده تصبينه، بس طبعا والله عشان ما اطولش عليكم فان شاء الله يعني كده كده ما صورتش اصلا، عشان ما الفيديو ما يطولش عليكم. وبعدين بصوا بقى خلصت بقى المطبخ، انا بوريكم بقى الشكل في الاخر. بصوا بقى المطبخ كان عامل ازاي. ورحت مشغله بقى سمك يعني بخور، هو كده كده اوريدي انا كل يوم يوماتي على الله لازم بعمل البخور بتاعي عشان ريحه الشقه بتاعتي تبقى حلوه
وريحه الشقه تغير بقى التقليه، وتغير بقى زيت السمك، وانت عملتي مش عارفه اكل ايه. فالروايح دي انا ما بحبهاش في الشقه يعني، فرحت مشغله البخور بتاعي. وده كان منظر اليوم بتاعي، وده كان المطبخ بتاعي. وهنا الفيديو بتاعي يكون انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. هتوحشوني. الى اللقاء.